بتدور على شق إعلامي، مصر بتدور على أمل جديد للمنطقة، جسر الأمل الحقيقي اللي بيربط بين الحرب والسلام، بين الخوف والأمان، بين اليأس والأمل. خليني أقول لكم التوقعات اللي جاية واللي إن شاء الله هتشوفوها بعينيكم خلال الأيام اللي جاية. أولاً، إعلان رسمي لوقف إطلاق النار الكامل خلال القمة. ثانياً، بدء تنفيذ تبادل الأسرى بين الجانبين بوساطة مصرية. ثالثاً، تشكيل لجنة دولية لإدارة غزة مؤقتا بمشاركة مصر وقطر والأمم المتحدة. رابعا، بدء دخول مساعدات إنسانية ضخمة تحت إشراف مصر مباشرة. خامسا، إطلاق مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة خلال أسابيع، ومصر هي اللي هتستضيفه. ودي توقعاتي اللي ان شاء الله هتبقى واقع، لان مصر لما تقول بتنفذ ولما بتتحرك الدنيا كلها تتحرك معاها. النهاردة العالم كله بيتكلم عن قمة شرم الشيخ، بس بعد كام يوم هيتكلموا عن معجزة مصر في إعادة ترتيب المنطقة اللي محدش قدر يعملها. مصر عملتها بهدوء وبعقل وبحكمة، مش بالصوت العالي.